السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين في الدنيا. النهارده بإذن الله هنعمل أكلة مصرية 100%. الكشري المصري بطريقة جميلة جدا بكل تكاته. يا رب إن شاء الله يعجبكم. هنا أول حاجة كده غسلت العدس وجيت حطيته في مية وولعت عليه عشان يستوي. كده هو بدأ يستوي خلاص، بدأ يشرب المية بتاعته. مش بحط له ملح ولا أي حاجة خالص غير لما أتأكد إن هو استوى. بعد كده هظبطه. تاني حاجة بحب أعملها البصلة. بعمل البصلة وبحمرها عشان بعد كده أستخدم الزيت بتاعها في كل الاكل، باقي الاكل اللي هعمله. قطعت البصله بقى براحتك خالص، انا بحب اقطعها شرايح كده. بعد ما اقطعها شرايح برش عليها معلقتين دقيق وممكن معلقه نشا، لو مش موجود نشا خلاص بكتفي بالدقيق. تمام كده، واقلبهم كلهم في بعض واحضر الزيت بتاعي واقليه. احضر الزيت بتاعي يكون زيت كده كتير، يعني ما بحبش اعملها في شويه قليلين علشان تتحمر وتتقرمش وتبقى كلها دهبي كده وحلوه ولذيذه ان شاء الله. وبعد كده بطلعها، آه، اصفيها. على ما بحطش الملح على فكره وهي كده عشان ما ينزلش البصل ميه ولا حاجه. بحط بس الدقيق او النشا وبس، بكتفي بكده. وبقلبهم لحد ما تحمر مني خالص. وبعد كده اطلعهم يا اما في مصفى يا اما في على منديل ورق او على اي ورقه كراسه بيضه لو ما عندكيش اي حاجه خالص. تمام. بعد ما بحمرها كويس كده والاقيها اتقرمشت معايا وبقى لونها ذهبي، بطلعها واصفيها زي ما قلت لكم. ليه بحمر البصل الاول؟ عشان الزيت اللي هيفضل دوت بستفيد بيه في كل حاجه بعمل منه. بحمر فيه آه الشعريه بتاعه الرز، وبحمر منه برضو الصلصه بتاعه الكشري عشان يبقى طعمه حلو كله بصل. زي ما انتم شايفين كده البصله بدات تحمر وتبقى لونها ذهبي. خلي بالك منها بس عشان ما تحرقش منك. حاولي تخليها كلها لون واحد، وحاولي الزيت يكون غزير عشان تبقى مقرمشه وحلوه معاكي. دي التكات بتاعه البصله. وبعد ما بتطلع بقى تحقيقها تحط لها بقى الملح وسنه كمون بسيطه خالص. طبعا لما نطلعها بنحطها على طول في مصفى، او زي ما قلت لكم ورقه ورقه بيضه او منديل ورق. طالما عملنا البصله وجهزناها وولعنا على العدس وظبطناه وسلقناه، نخش بقى بعد كده على الحاجات التانية اللي هي اللي زي الدقه مثلا او بصوا العدس بعد ما اتسلق وصفيته حطيت عليه نص معلقه كمون مطحون والملح بتاعه، وهغطيه وهسيبه كده مع نفسه يشرب من الملح ومن الكمون لحد ما نعمل بواقي الكشري. جبت كوبايه ميه كده او كوبايه ونص ميه حسب ما انت عايزه مقدار الدقه بتاعك. ولعت عليهم على النار. اول ما بداوا قبل ما يغلوا كده ثواني، دي ميه المكرونه. اول ما ميه المكرونه غليت حطيت فيها معلقه زيت وحطيت لها ملح وهقلبها واغطيها واسيبها تتسلق. طبعا المكرونه لازم اقلبها، ما اسيبهاش على طول يعني لحد ما تتسلق، لازم اقلبها كل شويه. جبت هنا كوبايه ونص ميه برضو وحطيت فيهم ملح. اول ما سخنت الميه وقبل ما تغلي نزلت بنص معلقه كمون وربع معلقه كزبره، ودي هتكون الدقه بتاعتنا هنعمل فيها الدقه. وكمان 3 4 فصوص توم كده مفرومين. وقبل ما تغلي يا دوبك بس التومه بس كده يعني تاخد غلوه. اهو دي هتبقى الدقه ان شاء الله. حطيت معاهم قرن فلفل قبل ما تغلي، نزلتها من على النار. حطيت لهم ربع كوبايه صغيره خل، وكمان هضيف 3 4 ليمونات عندي كده عشان يبقى الطعم جميل. زي ما انتم شايفين هتبقى احلى دقه ان شاء الله. اعصر الليمون وانقيه من البذر بتاعه واعصره على الدقه بتاعتي عشان واظبط الملح بتاعها، عشان كده تبقى الدقه بتاعتي جاهزه وترتاح على المحشي على الكشري. ما يتظبط وكله يستوي تبقى الدقه دافيه وحلوه. عايزه بقى تفضيها في ازازه، عايزه تفضيها في طبق براحتك خالص. هنا ضفت الخل وهدوب كله مع بعضه وافضيهم بقى في الطبق بتاعي بتاع التقديم زي كده. شايفين ما شاء الله اهي الدقه. دي دقه محلات الكشري الاصليه. ده الاخضر ده قرن فلفل، ده فرمته مع مع الثومه. اركنها بقى كده على جنب. هنا المكرونه بتاعتي اقلبها. اي مكرونه تعجبك بقى تعمليها. في ناس بتعمل الاسباجيتي، بتعمل نوعين مكرونه. في ناس بتعمل الاقلام، في ناس بتعمل اللي مقصوصه زي ما انا عامله كده. اي نوع مكرونه موجود عندك ينفع للكشري، مش هيقول لا خالص. بعد كده جيت اعمل الصلصه
جبت شويه زيت من اللي باقيين مكان البصله عشان يبقى طعم البصل فيهم. حطيت بصلايه صغيره فيهم وكمان فصين توم، وهقلبهم. واول ما يبتدوا ياخدوا اللون الحلو الذهبي دوت هنزل عليهم ايه، معلقه خل، وبعد كده صلصه الطماطم. معلقه الخل دي هتديكي طعم غريب اهي فظيع زي محلات الكشري بالظبط. تبعي الخطوات دي وامشي عليها وهتاكلي احلى صلصه كشري ان شاء الله. بصوا بقى الريحه اللي طلعت جنان، ريحه الخل، ودي معلقه بابريكا رهيبه رهيبه رهيبه. بعد كده هنزل بصلصه الطماطم، قصدي عصير الطماطم، ربع معلقه كمون صغيره. قلب، وبعد كده هننزل ايه بعصير الطماطم اللي انا عصراها عليهم. بس كده هسيبها بقى ايه تتسبك، وبعد كده اخد منها واعمل ايه الشطه. تمام كده. هنا الرز بقى فلفلته مع الشعريه زي ما انتم شايفين، رز مفلفل عادي، في ناس بتعمله ابيض وفي ناس بتعمله بشعريه، انا بحب اعمله بشعريه. وبعد ما افلفل الرز بحط عليه شويه كمون وشويه كزبره، ولو كان متوفر عندي كمان ايه مرق الدجاج كنت حطيت، واحط الملح بتاعه واحط الميه المغليه بتاعته، قصدي الميه اللي ايه هسويه فيها. اول ما يتشرب الرز بتاعه بوطي عليه النار خالص واسيبه يتردد على النار. هنا البصله بتاعتي طلعتها زي ما انتم شايفين كده، رشيت عليها بعد ما شايفين مقرمشه ازاي وجميله ما شاء الله، رشيت عليها شويه كمون وشويه ملح وغطيتها. هنا التسبيكه بتاعتي او الصلصه بتاعتي لسه ما استبكتش، لسه خفيفه. هظبط ملحها واحط لها الكمون بتاعها كده ما شاء الله اهي خلاص استبكت. هاخد بقى شويه عشان اعمل منهم الايه الشطه، وانزل ايه الصلصه بتاعتي. هنا وانا بحمر الشعريه عشان احط عليها الرز، طبعا ايه المقطع ده متاخر، انا حمرت الشعريه بعد كده حطيت الرز. هنا خلاص كده الرز قرب يستوي، شيل الميه بتاعته وهوطي عليه واخليه يتردد خالص ويستوي يبقى معانا الاخر. جبت هنا بقى ايه قرنين شطه فلفل حراق نار في معلقه زيت على النار عشان اعمل الشطه. وبعد كده نزلت بايه بكبشتين من الصلصه، طبعا الكميه اللي انت عايزاها. انا يا دوبك هعمل طبق صغير عشان ما فيش غير بس انا وابني اللي بنحب الشطه، الباقي لا. هقلبهم وقبل ما تغلي هطفي عليها طبعا عشان كان كل البيت كله ريحته ايه شطه. بس كده دي شطه من الاصليه زي بتاعه المطعم بالظبط، تخلي البيت كله ايه مية مية. جبت بقى كام رغيف عيش كده مصري وقطعتهم مكعبات وهحمرهم في الزيت عشان يحسوا ان هو ايه كلوا زي المطعم بالظبط. هحمر العيش بتاعي في زيت غزير، وبعد ما احمره هتبله بقى باي ايه بهارات هما بيحبوها، بهارات بطاطس، توابل بطاطس، كاري. وهنا بقى غرفت طبق الكشري بتاعي بعد العيش ما اتحمر وكله اتظبط. حطيت الرز وبعد كده المكرونه والعدس بتاعي الجميل، شايفين ما شاء الله شكله روعه. تغرفي بقى طبق الكشري وتفنني فيه باي شكل من الاشكال حسب عدد افراد الاسره اللي هياكلوا. طبق صغير مثلا لو حد وحده او قليل، او طبق كبير لو كان كتار. وتحطي بقى الدقه وتحطي الشطه وتظبطي كل التظبيط بتاعتك. كده عملت لكم فيديو شامل وكامل عن طريقه المحشي الكشري المصري. يا رب يعجبكم. متنسونيش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله.